السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناتي حدوتة بيتي، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنستعرض أفضل الكتب الخارجية للصف الأول الابتدائي، سواء كانت مدرسة عربي أو لغات. هنبدأ بالكتب اللي هي معتمدة وشاركت في وضع المنهج، ودي طبعا ليها الأولوية، بإضافة أن الكتب دي يعني معروفة لسنوات طويلة للجميع. منهج اللغة الإنجليزية اتغير في المرحلة الابتدائية بشكل كامل، واتحول. كان الأول كونكت، بقى منهج اسمه انجليش عادي. والمعاصر السنة دي برضو متصدر الريادة. فبرشح المعاصر بالنسبة للغة الإنجليزية. بالنسبة للمدارس اللغات بيبقى فيه كتاب الهاي ليفل، وده هيكون السنة دي يعني كل إدارة ليها منهج خاص بيها هيتم الإعلان عنه في بداية الدراسة. بالنسبة لمنهج الماس، فدايما برضو بقول وبأكد ان المعاصر متصدر اي حاجة خاصة باللغات ومدارس اللغات. فالماس بالنسبة للصف الاول كتاب شرحه بسيط، الوانه وطباعته هايلة. كمان بيبقى فيه هدايا جاية معايا للطفل بتشجع الطفل في بداية الدراسة، وستيكرز كده كل ما الطفل يعني بيتقدم او بيحل كويس نقدر نشجعه. والستيكرز دي مكملة معانا تقريبا فترة الابتدائي كله، فدي يعني حاجة كويسة من المعاصر، وحاجة مبهجة علشان الولاد يبقوا مبسوطين وهم بيذاكروا. بالنسبة لمدارس العربي، فطبعا سلاح التلميذ مشارك في وضع المناهج السنة دي، يعني هو الأولوية لسلاح التلميذ. طبعا لو عايزين ناخد بدايل فبرضو الأضواء كتاب كويس. لكن زي ما بقول وبأكد طول الفيديو ان سلاح التلميذ عامل طفرة في كتاب المدرسة السنة دي. لكن ما نقدرش نقول ان احنا نقدر نكتفي بكتاب المدرسة، لسبب ان تدريبات قليلة، والاولاد في السن ده بيكونوا محتاجين يعني يتدربوا مرارا وتكرارا. طبعا الذاكرة بتبقى ضعيفة، فالولاد محتاجين ان هم يتدربوا اكتر من مرة، خصوصا لما بيبقى فيه تقييم اللي هو نصف سنوي، فهيحتاجوا تدريبات تاني. فطبعا انا برشح وجود كتب خارجية، ومش لازم نجيب كل الكتب الخارجية طبعا. بالنسبة لترشيحات اللغة العربية، فأنا برشح كتاب سلاح التلميذ. في كتب ظهرت في الآونة الأخيرة متصدرة المشهد بقوة، طبعتها حلوة، زي التأسيس السليم، وزي كتاب السندباد. طبعا الأضواء برضو كتاب يعني عريق، لكن أنا يعني من أنصار سلاح التلميذ في أسلوبه المبسط. بعض الكتب زي الباهر أو الباهي حاطة معاني من المعجم، فيعني الموضوع مش بالقوة دي، دول لسه أطفال في سنة أولى. منهج التربية الدينية الإسلامية بنرشح كتاب سلاح التلميذ. السنة دي هيبقى على الأولاد صور للحفظ، وكنا نزلنا فيديو بالصور المطلوب حفظها من الأولاد في المرحلة الابتدائية، تقدروا تطلعوا عليه. السنة دي كان معانا مادة أساسية اتحولت لمادة نشاط، وهي مبادئ العلوم والدراسات أو متعدد التخصصات زي ما بنسميه أوقات. المادة دي اتحولت من مادة تقييمات ومادة أساسية إلى مادة نشاط، يعني تخفيف العبء على الطالب في سن صغير. بنرشح سلاح التلميذ بالنسبة للغة العربية، وبنرشح المعاصر بالنسبة للغات. انا مش عايزة ان الولاد يهملوها، المادة دي الصراحة كانت مادة قوية وكويسة، بتأهل الولاد بعد كده لمنهج العلوم والدراسات او الساينس والدراسات بالنسبة لمدارس اللغات. فاللي حابب انه يجيبها كنشاط ويدرب اولاده، اللي حابب يكتفي بكتاب المدرسة لحد ما نشوف الوضع هيمشي ازاي،
بكده اكون انهيت حلقتي، وان شاء الله انزل لكم افضل الكتب في كل صف وكل مرحلة. اتمنى ان انتوا تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة حدوتة بيتي.